ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. مشكله جات لي انا، النتيجه بانت ما لقيتهاش على ما يرام. اعمل ايه؟ تمام. انت عندك حلين، مش حلين، هو انت الحلين بيكملوا بعض. اول حاجه انا لازم احط في اعتباري ان انا مقصر، حتى لو انت شايف ان انت مش مقصر. ليه؟ لان هو اكيد انت فعلا في دروب عندك في الاجابه. تمام. طيب الدروب ده انا هعرفه منين؟ الدروب ده بيعتمد على كذا حاجه. اول حاجه، هل انت ذاكرت صح؟ ذاكرت صح وحليتهم برضو معرفتش احل كويس، او كنت حلل كويس ما جبتش تقدير. طيب ذاكرت صح دي حط عليها 100 خط. ذاكرت صح يعني ما وقعتش فقرات. ذاكرت صح يعني كلام مظبوط. ذاكرت صح ما اختصرتش او ما طولتش. ذاكرت صح بس ما ركزتش. انت لازم تركز، بالذات الامتحانات اللي هي معتمده على البابل شيت المقالي، عشان تقدر تجيب فيه درجات لازم ما توقعش فقرات مهمه. طيب اعرف منين الفقرات المهمه والفقرات اللي مش مهمه؟ دي بصراحه بمنتهى الامانه بتيجي بعد لو انت بدات تلخص لنفسك بتيجي في مثلا تالتة او رابعه. طب انا في اولى وتانية ومش عارف الدنيا فيها ايه. ممكن يعني نقدر نقول شوف انت نفسك عارف تلخص ولا لا. طيب انا برضو مش عارف الخص، ما توقعش الفقرات المهمه. الفقرات المتكرره ماشي ما تكتبهاش. اي فقره تانية الدكتور مش كاتبها برواز، لا هو كاتبها اكيد لاهميه، فانت بقدر الامكان ما توقعش فقرات في التلخيص، وبالتالي ما توقعش فقرات في الاجابه. تمام. طب انا مش عارف. بالنسبه لجامعه طنطا في مذكرات رايت، طبعا كل طلبه مذكرات رايت عارفين مذكرات رايت هي ايه. مذكرات رايت تعتبر افضل مذكرات طنطا. تعتبر نازله هي شكل الفاينل من اول السنه. تمام. طيب انا عايزه اذاكر من الكتاب، حلو جدا وانا بشجعك ان انت تذاكر من الكتاب. ليه؟ براحتك، انت عايز تذاكر من الكتاب مفيش مشكله. طب انا بذاكر من مذكره فلان، خلاص ذاكر من المذكره دي بس راجعها بالكتاب، عشان انا ما اقدرش اقول لك او احكم على مذكره انا ما شفتهاش. راجع في الكتاب، لقيتها مختصره يبقى دي مش هتنفعك، لقيتها مظبوطه مش موقعه فقرات يبقى دي تمام هتنفعك. طيب حلو جدا. تاني حاجه، انت حليت في الامتحان، خطك كان كويس بالنسبه للجزء المقالي، خطك كان كويس. لا انا خطي وحش بيوقع التقدير. طيب انت ذكرت بعض من النصوص المواد، لما انا مش هحفظ نص الماده، لا انت ممكن تحفظ نص الماده بس تقول المضمون وتكتب وفقا لنص الماده كذا. انا ما بقولكش تكتب القانون نفسه، لا انا ما كنتش بكتب، بيقلل التقدير. تمام. طيب هل انا عملت علامه في الورقه، زودت علامات اخضر على احمر على اصفر؟ انا عملت علامات وعملت فهرس والكلام ده. الحاجات دي احيانا بتدخل لجنه خاصه. طب انا بقى ما عملتش اي حاجه من دول وعملت كل الخطوات يا دكتوره اللي انت بتقولي عليها. تمام. الحل ان انت ممكن ترفع قضيه، مفيش مشكله خالص. طيب في ناس كتير بتقول لي القضيه مش بتجيب فايده. لا القضيه بتجيب فايده، حتى هتلاقي اوائل الجامعات والحاجات دي احنا ممكن نبقى عارفينها اكتر منكم. اوائل الجامعات دايما بيرفعوا قضيه حتى لو ليهم درجه. ليه؟ لان الدرجه بتفرق من من مهنه لمهنه، ومن من مكان لمكان. فتمام، فهو بيحاول يضمن درجه من اي اتجاه. طيب دي القضيه بتاخد في وقت قد ايه؟ في خلال سنه. طيب القضيه بتكون ايه؟ بتكون تجميع، حاليا بتكون تجميع درجات مش تصحيح. انت حاسس ان انت حليت مظبوط، ارفع قضيه بجمله 2000 3000 جنيه بحيث ان انت تكون مرتاح وتكون عملت اللي عليك. طيب انا رفعت قضيه ومعرفتش برضو اعمل حاجه، خلاص يبقى ده نصيبك وقدرك بقى، انت عملت كل اللي عليك. واتحرى في اللي بعد كده، امشي على الخطوات اللي تجيب لي تقدير اللي انا ذكرتها في اول الفيديو. تمام. طب انا عملت كل ده ما جبتش تقدير، يبقى ده نصيبك، يبقى انت تعرف ان الخير مش في ده. احنا علينا في نقطه لازم تفهموها، يمكن الواحد ما فهمهاش غير في ال30. انت بتعمل اللي عليك، النتيجه دي مش بتاعتك ولا انت مكلف بيها، انت بتعمل اللي عليك فقط لا غير. النتيجه دي بتاعت ربنا. ربنا شايف ان هو هيوقعك من حته بس هيرفعك في حته تانية. تمام. فخدوا بالكم من النقطه دي عشان ترتاحوا، ويبقى انتوا عندكم احساس وتوكل على ربنا ان انا يا رب انا بعمل اللي عليا، انا ماليش النتيجه دي مش بتاعتي، ده توفيق من عند ربنا، فتكون مرتاح نفسيا جدا. بس المهم ان انت تعمل اللي عليك فعلا وتجتهد. تمام. طيب ده بالنسبه لموضوع انا ما جبتش تقدير ومش عارفه اعمل ايه وكده. تمام. طيب انا واحد جبت تقدير، يبقى انت لازم تحافظ على تقديرك وبل وتعلى كمان. لان لقيت اسئله فيديوهات جايه لي بيقول لي انا جبت جيد جدا
ومش عايزه اقل عن كده. طب وانت ليه ما فكرتش ان انت تجيب اكتر من كده؟ ما هو انت الدرجه من الجيد جدا للامتياز، الدرجه دي بتفرق من مهنه لمهنه حقيقي. لان المجلس القضاء الدوله، النيابه العامه، هيئه النيابه الاداريه، اي مكان، حتى التعيين في الجامعه بيفرق من درجه لدرجه. تمام؟ فانت دايما ما تفكرش انا الحمد لله عديت على جيد جدا، لا انت كده ما خدتش مرتبه شرف يعني. لا ده انا الحمد لله قفلت ماده، انا الحمد لله قفلت كل 3 مواد. انت ده اللي دايما تبص له، عشان لما تنزل عن كده تبقى برده في الدنيا كويسه. لكن كل ما تنزل اقل كل ما فرصك في الشغل بتقل. تمام؟ الفيديو ده اتمنى ان شاء الله لو في اي استفسار كومنتاتكم، او تبعتولي على وسائل التواصل الخاصه بيا طبعا. اشوفكم على خير يا رب، كل سنه وانتم طيبين. سلام.